السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا اتجوزت من كام سنة. احنا ناس على قد حالنا، ظروفنا على قد حالها. اتقدم لي شاب من محافظة تانية. الجوازة كانت جوازة صالونات، يعني معنى المشكلة ان في حد جاب لها العريس ده للبنت دي. اتجوزت من كام سنة. اتجوزت في محافظة تانية. اتقدم لي العريس الغني ده، عريس غني. اتقدم لي وضعه المادي كويس جدا ومتعلم، وابوه كمان صاحب زي كده ايه، محلات بتاعه عطاره، يعني ابوه صاحب محلات عطاره. واتقدم لي واتجوزنا يا هبه في فتره قليله جدا. اهلي كانوا ناس غلابه على قد حالهم، ما كانش معاهم فلوس ان هم يجهزوني. العريس قال هاتوها بشنطه هدومها. انا جبت بس شويه الهدوم اللي انا هتجوز بيها بس، وهو جاب الشقه وشطبها تشطيب كويس جدا وفرشها فرش كويس جدا. انا عندي 4 اخوات، 2 بنات و2 صبيان، وانا كده الخمسه. احنا كنا 5 ولاد. ابويا كان متوفي، وامي كانت بتتقاضى معاش قليل جدا. يا دوب كانوا الناس اللي بيطلعوا مساعده كده لوجه الله كل شهر كانوا بيساعدونا، يبعتوا لنا شويه حاجات يساعدونا بيها على المعيشه وغلاء الحياه. يعني احنا كنا ناس على قد حالنا، ومعاش بابا كان صغير جدا وما كانش بيكفي، واخواتي كانوا صغيرين واحنا 5. اول ما تقدم لي العريس الغني ده، طبعا انا كنت صغيره، كان عندي بتاع 22 او 23 سنه. ماما طبعا وافقت فورا وقالت لي اتجوزي، حاولي ان انت تساعديني ان انا اربي اخواتك، انت شايفه ظروفنا ضيقه وعامله ازاي. رحت اول ما اتجوزت، اول ما حددنا الفرح حمايه طلب ان انا اتجوز واخوه كمان يتجوز في نفس اليوم، يعني جوزي واخو جوزي نتجوز في نفس اليوم، يعني الفرح يبقى عريسين وعروستين. بس عشان تبقوا فاهمين الحكايه، الفرح كان فرح كبير جدا، وجابوا مطربين غاليين جدا، وفرح اتكلف كتير جدا. كنت انا وسلفتي اتجوزنا في نفس اليوم. جينا بعد الفرح روحنا. بعد ما روحنا جينا تاني يوم الصبح لقيت حماية طلع ينده لنا انزلوا انا عايزكم، انا وجوزي وسلفتي وجوزها. مبروك للعرسان، انا جوزتكم وفرحان بيكم وعايز اشوف ذرية لولادي. انا عايز اشوف او عايز اشيل حفيد اشيله على رجلي ويحمل اسمي. هما كانوا ولدين بس اللي معاه، وجوزهم الراجل ده في نفس اليوم. ويوم الصباحيه نادى للعروسه والعريس وقال لهم انا عايز اشيل حفيد ليا، انا عايز اشيل حفيد العيله. اللي هتجيب لي حفيد للعيله سواء انت او سلفتك هتكون ست البيت كله، وكلمتها هي اللي هتتسمع وهتكون مجابه، وهتكون ست البيت كله وكلمتها هي اللي هتمشي بعد كلمتي. اللي هتجيب لي اول حفيد. احنا لسه تاني يوم فرح، ويا دوب ده ما عداش غير بس ساعات قليله. يعني انت مستعجل على ايه يا حمايه؟ الكلام ده بيني وبين نفسي. طلعت شقتي انا وجوزي، وسلفتي طلعت شقتها هي وجوزها، وانا قلقانه جدا. اخدت الكلام واتصلت بماما في التليفون، يا ماما حمايه بيقول لي كده. راحت قالت لي سيبيها على ربنا، ان شاء الله باذن الله ربنا يرزقك بالولد الصالح ان شاء الله باذن الله، وانت تجيبي الحفيد الاول وتبقي ست البيت كله. طبعا امي مش عايزاني يبقى عندي مشاكل ولا اي خلافات، لا مع حماتي ولا مع حمايه ولا مع جوزي ولا مع اي حد، علشان انا بساعدها. يعني متجوزه راجل غني، وكل اسبوع زوجي وحمايه بيبعتوا لماما شويه مصاريف وشويه اكل بيساعدوها في البيت. فماما معتمده عليا ان انا بساعدها في البيت، وعايزه جوازتي ما يبقاش فيها مشاكل ولا خلافات. عدى شهر واتنين وتلاتة واربعة، لقيت حمايه بينده لنا انتوا ليه مفيش واحده فيكم حصل معاها حمل؟ انا لازم النهارده اخدكم على اكبر دكتور ويكشف لكم ويعرف ايه سبب تاخر الحمل، وان مفيش حمل منكم لحد دلوقتي. اخدني انا وسلفتي وجوزي وجوز سلفتي على دكتور كبير قوي في المحافظة عنده. انا عايز اعرف ليه البنات دي ما خلفوش لحد دلوقتي، انا عايز حفيد لعيلتي يحمل اسمي ويورث كل اللي عندي ده. كشفت انا وسلفتي، الدكتور طلب مننا شوية تحاليل من زوجي
ومن زوج سلفتي ومني ومن سلفتي. عملنا شويه التحاليل والاشاعات اللي طلبها الدكتور، والتحاليل والاشاعات طلعت كويسه جدا، محدش عنده مشكله فينا تمنع الحمل، سواء انا او سلفتي او جوزي او جوز سلفتي. حماية مستعجل جدا، غضب جدا، وقعد يزعق ويصرخ انا عايز حفيد، انتوا تشوفوا لي حل. فجه جوزي قال له يا بابا سيبها على ربنا، احنا ما عندناش اي مشاكل، ولا انا ولا اخويا ولا مراتي ولا مرات اخويا، سيبها على ربنا، وده رزق من ربنا، واحنا ما عندناش اي مشكله تمنع الحمل، سيبها يا بابا على ربنا. رحت عند ماما زياره، حكت لها كل اللي حصل بالتفصيل، ان حمايه اخدنا وعملت شيك اب علينا وكشف لنا ولقى ما فيش مشكله، ولا عندي ولا عندي سلفتي ولا جوزي ولا جوز سلفتي، ان هو عايز حفيد، واللي هتجيب الحفيد هتبقى ست البيت كله، وكلمتها هي اللي مسموعه. راحت ماما قالت لي مفيش غير حل واحد بس، انتي لازم تعملي الحل ده، ما عندكيش غيره، علشان سلفتك ما تخلفش قبل منك، وانتي اللي تخلفي الاول وتبقي ست البيت كله وتجيبي الحفيد لحماك. قولي لي الحل يا ماما، انا مش عارفه اعمل ايه، انا مستعده اعمل اي حاجه علشان انا اجيب الحفيد الاولاني وابقى ست البيت كله. قالت لها تعالي معايا. اخدتها وراحت بيها على دجال، او واحد كده راجل بيعمل اسحار وليه في السحر والكلام الدجل ده. قالت له انا عايزه سلفتي ما تخلفش قبل مني، عايزه اعمل لها اي حاجه بتعطيل الحمل، ان هي ما تخلفش، انا اللي اخلف الاول واجيب الحفيد وانا ابقى ست البيت كله. وبالفعل الدجال ده قال لها انت لازم تجيبي قطر، او لازم تجيبي حاجه من سلفتك علشان اقدر اعمل بيها حاجه تعطل الحمل لسلفتك، وانتي اللي تخلفي الاول وسلفتك ما تخلفش. راحت ماما اخدتني وروحنا، وقالت لي لازم تجيبي طرحه او اي حاجه من ريحه سلفتك علشان نقدر نروح للدجال ده ونقدر نعمل بيها العمل اللي هيعطل الحمل عند سلفتك. روحت البيت تاني يوم، رحت لسلفتي قلت لها انا جايه اقعد ادردش معاكي، انا مش عارفه اعمل ايه، انت شايفه حمايه عمال يزعق وعايز طفل، انت هتعملي ايه؟ قالت لها انا هعمل ايه، انا بصلي وبدعي وسايبه الموضوع على ربنا، انا ما عنديش مشكله من تاخر الحمل، ولا انا ولا جوزي، وسايبين الموضوع على ربنا، هو يقول اللي يقوله، الولاد رزق والرزق ده من عند ربنا. بتقول بصيت لها كده بغيظ، وحسيت ان هي حامل وبتداري عليا وبتكذب عليا ومش عايزه تقولي ان هي حامل. قالت لي اعمل لك ايه تشربيه؟ قلت لها اعملي لي شاي. دخلت سلفتي تعمل 2 شاي عشان اشربهم انا وهي. لقيت طرحه موجوده على الكنبه اللي انا قاعده عليها بتاعت سلفتي، اخدتها وحطيتها في الشنطه بتاعتي، شربت معاها الشاي ونزلت على طول. تاني يوم رحت لماما قلت لها خدي يا ماما دي الطرحه بتاعت سلفتي. اخدتها وراحت عند الدجال ده واخدتني معاها، والدجال بالفعل عمل لسلفتي ان هي ما تخلفش. طبعا انا مروحه البيت مزقططه ان انا كده وقفت الحمل او الانجاب لسلفتي، وسلفتي كده مش هتخلف وانا اللي هخلف الاول، وهجيب ولي العهد او الطفل الحفيد ده اللي هيبقى اللي هيخليني ست البيت كله، هيخلي حماية وحماتي راضيين عني. بعد كده الاسبوع اللي بعده لقيت نفسي تعبانه وجات لي دوخه وبرد شديد، رحت كشفت، الدكتور قال مبروك ان انا حامل. رجعت البيت انا وجوزي بنفرح حمايه انا حامل، قال لي انت خلاص بقيتي ست البيت كله، انت كلمتك هتمشي من بعد مني، انت اللي انت عايزاه هعملهولك، وخلاص كده انا كلمتي بقت ماشيه على كل اللي في البيت. بقى انا بقيت عامل سلفتي وحش جدا، بتاخد اوامرها مني ما تروحش ولا تخرج من البيت من غير ما تقولي. في مره سلفتي راحت عند حماتها من غير ما تقولي ورجعت، انت كنت فين؟ راحت قالت لها انا كنت عند امي بشوفها. ازاي انت تخرجي من غير اذني؟ قالت لها في ايه، ازاي يعني اخرج من غير اذنك؟ انا متجوزه وقلت لجوزي اللي انا رايحه عند امي، وجوزي سمح لي ان انا اروح عند امي ورحت عند امي، انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ انا اللي هجيب الولد، انا اللي هجيب الحفيد، انا هنا ست البيت، انا الكلمه كلمتي، انا هنا الكل في الكل، انت لازم قبل ما تخرجي تقولي لي. راحت قالت لها خلاص ما تزعليش، المره الجايه قبل ما اروح عند ماما هبقى اقول لك، انت مكبره الموضوع ليه؟ جت بعدها سلفتي تعبت جدا، وجالها شويه كده ترجيع، وداخت واغمى عليها.
اخدها جوزها وراح بيها للدكتور، طلعت حامل، سلفتي بقت حامل. طبعا حماية بيعاملني انا كويس جدا، وبيعامل سلفتي معاملة وحشة جدا علشان ما حصلهاش حمل، وانا اللي حامل وانا اللي هجيب له الحفيد. راحت سلفتي اول ما جت من على الدكتور، راحت لحماية وقالت له يا حماية انا عايزة افرحك، انا حامل. راح قال لها مبروك، انت كمان هتجيبي لي حفيد. وابتدأت معاملته معاها تتغير، ان هي حامل وانا كمان حامل. عدت ال9 شهور بتوع الحمل وانا رايحة اولد. سلفتي برضو كان بقالها كام شهر، بس انا حاولت قبل منها عشان انا حامل قبل منها بكام شهر. ورحت اولد، جالي وجع الولاده، اخدني حمايه وحماتي وجوزي وسلفتي وجوز سلفتي، وكلنا رحنا المستشفى علشان اولد. بعد ما ولدت وفقت من البنج، جوزي كان واقف جنبي وعمال يعيط. بقول له مالك بتعيط ليه؟ فين ابني؟ انا عايزه اشيله، فين حفيد العيله؟ فين اللي هيشيل اسم حمايه؟ فين اللي هيشيل اسم العيله؟ قعد يعيط وطبطب عليا وقال لي ما تزعليش، ابننا البقاء لله. ازاي؟ ازاي ابننا البقاء لله؟ مات ازاي؟ ايه اللي حصل؟ قال لها ده قضاء ربنا، ده نزل وتوفى في نفس الوقت، يعني العيل بعد ما اتولد مات على طول. عيط وانهارت وجالي اكتئاب. بعدها بكام شهر كان ميعاد ولاد سلفتي، وولدت وجابت الولد اللي عايزه حماية. ربنا ما بيتعاندش، ربنا مش على مزاج حد. الانجاب والخلفه والاولاد ده رزق، ربنا يرزقني ويرزقكم ويرزق كل مشتاق، اللهم امين عاجل غير اجل. سلفتك مؤمنه بربنا، ومؤمنه ان هي ما عندهاش اسباب، ومؤمنه ان الرزق هيجي من عند ربنا في الوقت المناسب، بالوقت اللي ربنا محدده، بالوقت اللي ربنا رايده. برغم كل اللي انت عملتيه، برغم كل السحر اللي انت عملته لها علشان ما تخلفش، ومع ذلك خلفت، ومع ذلك حملت، ومع ذلك ولدت وجابت الحفيد اللي بيتمناه حماكي. وانتي برضو حملتي، وإرادة ربنا خلت الطفل ده يموت. ربنا رايد ان هي اللي تخلف الأول، ربنا رايد ان هي تبقى أم الحفيد اللي هيحمل اسم العيلة. ربنا إذا أراد يقول لشيء كن فيكون. خلي عندكم إيمان بربنا، ولا صح ولا سحرة ولا شعوذة ولا أي سبب يأجل قدر ربنا. ربنا بيقول الشيء كن فيكون. ربنا لما يريد حاجة بيعملها، ولا سحر ولا أي سبب ولا أي مانع انت تعمليه أو غيرك أو أي بشر يقدر يتدخل في مشيئة ربنا. أتمنى تكوني رجعتي ربنا واتعظتي. لازم نتعظ من أخطائنا، لازم تتعظي من خطأك، لازم تكوني اتعظتي ورجعتي لربنا واستغفرتيه. واتمنى لك برضو ربنا يرزقك بالذرية الصالحة، اللهم امين. بس لازم تكوني عندك ايمان بربنا، لازم يكون عندنا يا جماعة ايمان ان ربنا اذا اراد للشيء يقول له كن فيكون. وربنا يكمل لسلفتك المؤمنة اللي رمت حمولها على الله وسابتها على ربنا، ويكون رأينها بابنها ويبارك لها فيه وتشوفوا افضل الناس، اللهم امين. وانت لازم ترجعي لربنا وتدعي ان هو يرزقك بذرية صالحة ان شاء الله باذن الله، ويرزقك ويرزق كل مشتاق. ده رأيي. مستنية رأيكم، الناس اللي بتسمعني وبتشوف الفيديو مستنية رأيكم، تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وكمان تصلوا على رسول الله، وكمان تعملوا من فضلكم مشاركة كتير للفيديو ده، علشان أنا عاملة القناة دي علشان كلنا نستفيد من بعض. لو عندكم أي مشكلة اكتبوها لي في الكومنتات، طبعا بسرية تامة. أنا بقدم هنا المشكلة من غير ما بقول أي بيانات، ولا بقول اي اسماء، ولا بذكر اي اسماء في الفيديو، ولا بقول اي بيانات للي باعت او اللي بعت المشكله. بحبكم جدا في الله. اشوفكم فيديو تاني باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.